ماتش الأهلي والجيش الملكي خلص يوم السبت حوالي الساعة 8 بالليل. يوم الحد الساعة 2 الظهر كان الاتحاد الأفريقي عروقه نفرة وعينيه باصة لبره، وطلع لنا بيان ناري غاضب، بيان مولع مشطشط وموحوح. الاتحاد الأفريقي أحال أحداث ماتش الأهلي والجيش الملكي للجنة الانضباط. الجدير بالذكر بقى إن الاتحاد الأفريقي ده هو نفس الاتحاد بعد ماتش الأهلي والجيش الملكي، بس اللي كان في المغرب. الاتحاد ده قعد 3 أيام على ما طلع لنا بيان. سيبك بقى من المقر اللي عندنا والمقر الجديد اللي بنعمله لهم في العاصمة الإدارية الجديدة، ده كلام فارغ. احنا بنحاسب بس على المشاريب، لكن على أرض الواقع ولا لينا أي لازمة، لا لينا صوت ولا بنهش ولا بننش. احنا بندفع واحنا ساكتين. الريموت كنترول في المغرب يا معلم. عمي وعم الناس وعم الشباب والرياضة فوزي لقجع أسطورة الرياضة المغربية بيحرك الناس دي كلها بصوابعه كده زي ما هو عايز، وهو قاعد في البلكونة بيشرب كوباية الشاي. وعلى فكرة، ده مش مزعلني خالص ولا متضايق منه، بل بالعكس، أنا معجب بيه جدا. الراجل ده يا جماعة مخلص لبلده والمنتخبات بلده والأندية بلده جدا. الراجل ده فارض شخصيته وسيطرته بشكل مثير للإعجاب. الراجل ده ورا كل النجاحات اللي وصل لها المغرب على مستوى المنتخبات والأندية والكرة الشاطئية والكرة النسائية، وكله مش عاتق، واكل الأخضر واليابس حرفيا. المهم، الأهلي لما لقى الجيش الملكي ناكر للجميل وعض الإيد اللي اتمدت له ولعب الدنيئة وابتدى يهيص كمان، بيتكلموا عن أحداث دموية. أحداث دموية في خيالهم المريض. ما هو اللي عمل دور محمود المليجي في فيلم الأرض وهو بيتلوى ويتمرمغ عادي جدا يعمل لك فيلم فاينل ديستنيشن الدموي. لا، وكمان الأهلي بقى حس كده إن الاتحاد الأفريقي مدلدل قدام فوزي لقجع كالمعتاد يعني. وطبعا احنا عندنا هلهولة ولا ليه أي 30 لازمة، خصوصا لما يكون الموضوع يخص الأهلي. الهلهولة عامل عبيط ونايم ننا وشادد اللحاف كمان. فالأهلي قال لك لا، ما هو مش كل كام سنة هنلبس أسود زي النهائي بتاع الوداد 2022. عليا بقى وعلى أعدائي. الأهلي راح مطلع بيان بما معناه يعني إن أنا ككبير القوم عملت بأصلي ومرضتش أذيكوا واصطاد في المية العكرة بعد ماتش المغرب، وكمان استقبلتكوا واحترمتكوا وعملت للرخيص سعر. لكن تعالوا لي بقى، جمهوركم الملثم ده هو اللي ابتدى بالشغب، وهو اللي حاول يقتحم الملعب، وهو اللي استفز جمهور الأهلي اللي معبي أصلا من اللي حصل في ماتش المغرب. وانتوا نادي سوابق وجمهوركم تعاقب 100 مرة قبل كده، وعايزين بقى نطبق اللائحة. ما دام عملتوا 10 رجالة في بعض، احنا باللائحة قصتنا اخرها فلوس. واحنا عملنا ايه يعني؟ شوية ازايز اترمت على الملعب. انما انتوا مع تكرار الشغب تستحقوا عقوبة جامدة، وتستحقوا كمان تلعبوا من غير جمهور. الاهلي شنتح الاتحاد الافريقي والجيش الملكي وادارته وفوزي لقجع معاهم، ومسح بيهم الارض. بس بشياكة الأهلي المعتادة، بفخامة الأهلي، برقي وسمو الأهلي. البيان إيه يا جماعة؟ حاجة كده تدرس، حاجة إيه، ملفوف لفة جاتوه. حلوة الحركة، حلو البيان. مش مهم بقى بعد الكاف هيعمل إيه، لأن التحيز والنية المبيتة واضحين. لكن المهم إدارة الأهلي تتعلم الدرس، وتعرف إن الشياكة والجدعنة ما تمشيش مع الوطيان والنتانة. مهم جدا كمان إن جمهور الأهلي يتعلم الدرس. اللي حصل ده لا يليق بجمهور الأهلي ولا يليق بشكل الكرة المصرية. مش دي الطريقة اللي ناخد بيها حقنا. احنا كده بنضر الأهلي، والكلام ده لو اتكرر تاني الأهلي هيتضر أكتر. كان أولى بينا نشجع لآخر الماتش بدل ما كل شوية بنساعد الجيش الملكي يضيع وقت ويكسر الريتم بتاع الماتش. يمكن لو كنا شجعنا لآخر الماتش كنا كسبناهم
ورمينا الناس دي بره البطولة خالص. ناس ما عندهاش دم